السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شهوة زهراء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيك بدون فرن رائع، المذاق روعة والشكل هائل كما كتشوفوا قدامكم، بنكهة النسكافيه أو القهوة. كيجي جد رائع وسهل في نفس الوقت. نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. باش نتعرفوا على المقادير والطريقة تابعوا معايا الفيديو وفرجة ممتعة. إذا بالنسبة للمقادير جد سهلة جدا جدا. عندي هنايا لتر ديال الحليب، لتر ديال الحليب عادي يعني ما نفيضه ما والو. عندي هنايا 5 د المعالق ديال النشا. عندي هنايا القهوه مقطراها. انا عندي لاباغي لا ماشين ديال القهوه. قطرت تقريبا كبسوله ديال الكبسولات. نتوما قطروا شويه د القهوه تقريبا واحد 5 د المعالق. عندي معلقه صغيره ديال الشوكولا، وعندي 3 المعالق كبار ديال السكر والفانيلا، وعندي البسكوي هذا الابيض والبسكوي هذا ديال الشوكولا كما كتشوفوا. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للطريقه كنقبل داك القهوه اللي قطرتها كما قلت لكم ما بين 5 حتى 3 د المعالق ديال القهوه مقطره، يعني قاصحه باش تعطي داك النكهه قويه. كنوضع السكر وكنوضع الفانيلا، كنوضع النشا. قلنا 5 ديال المعالق كبار ديال النشا. كنضيف هذيك الملعقه ديال الشوكولا وكنخلط العناصر كلها مع بعض، وغادي نوضعها على النار باش تماسك ليا مزيان والخليط يعقد لي ما يبقاش هكا. منين عقد ليا نتوما تشوفوا الكريمه ديالي جات رائعه، لو كنت تشوفوا ريحه القهوه روعه. زدت لها داك الطريف ديال الزبده تقريبا 2 المعالق كبار د الزبده باش تبقى دائما هكا كرطبه وزوينه في النكهه. قبضت هذا المول اللي كيتحل من الجنب، مربع كما بغيتو نتوما، المول اللي متواجد عندكم. وستفت فيه البسكوي الابيض وكنوضع فوق منه ديك الكريمه بهذا الشكل هذا. نحاول انني نساويها مزيان. الكريمه ما كنخليوهاش حتى كتبرد، الكريمه كنديروها وهي دافيه باش حتى داك البسكوي ما تيبقاش عندنا صلب. ومن بعد كنبقى ندير كما كتشوفوا البسكوي ديال الشوكولا فوق طبقة الكريمة. طريقة جد سهلة وبسيطة والمذاق يجي جد رائع جدا جدا. كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل كاع اللي عندي. كما كتشوفوا من كملت كاع الطبقه اللي عندي بالبسكوي، عاوتاني كنوضع طبقه ديال الكريمه وكنحاول انني نساويها وهكذا حتى كنكمل كاع جميع الطبقات اللي عندي. انا هنا درت تقريبا 5 ديال الطبقات، يعني وانتم لكم الحريه، ممكن ديروا 3 ممكن ديروا شحال ما بغيتوا. من كملت كل الطبقات اللي عندي جبت هاد الكؤوس ديال البلاستيك وضعتهم بهذا الشكل هذا. جبت عندي كما كتشوفوا هادو هما الكويسات درتهم صغار، بغيتو ديروهم حتى كبار ديروهم كبار يعني على حسب المتواجد. عندي هنايا البسكوي ديال الشوكولا طحنته مزيان، وعندي البسكوي ديال الابيض حتى هو كذلك طحنته. غادي نبقى ندردر داك البسكوي الابيض كما كتشوفوا. احنا زيناها بالبسكوي اللي فيها، يعني ما جبناش شي حاجه جديده ولا يعني بنفس المكونات اللي فيها. كما كتشوفوا من كنساوي السطح كله كنحيد هاد الكؤوس بهذا الشكل هذا. طريقه جد سهله وبسيطه. ممكن كذلك تعوضوا البسكوي بالفول السوداني، يعني مطحون، ولكن هذه الطريقه اقتصاديه وكتجي المذاق ديالها جد رائع. كنقبض داك البسكوي ديال الشوكولا اللي طحنته وكنوضع القليل منه فقط في الوسط في كل دائره بهذا الشكل هذا. وطبعا نتوما لكم طريقه تزيين، يعني نتوما لكم الحريه، يعني ماشي ضروري ديروا في حالي انا، لكم الحريه التامه والكامله، يعني اللي بغيتو ديروه ديروه.
بهذا الشكل هذا. اذا غندخلها للمجمد لمده ساعتين. منين كنخرجها من المجمد، نتوما حتى لا بغيتو حتى ساعه ماشي مشكل. انا قطعتها لكم كما كتشوفوا قطع، وهذا هو الشكل ديالها هو هذا. كتجي جد رائعه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هم 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 هم. اي اي شحال كتجي رائعه، وكيجي المذاق ديالها لذيذ، وديك الكريمه لذيذه مع لي بسكوي. درنا ميلونج ما بين الابيض وكذلك البسكويت الشوكولا. نتمنى ان شاء الله حلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم الحلقه ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد الوصفات. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.